انا ربنا رازقني بنعمة الجمال، ودي حاجة انا ماليش يد فيها، ومن اول ما تميت 19 سنة وانا كل يومين يجيلي عريس احسن من اللي قبله. بس انا تفكيري كله كان في الدراسة، وحلمي اني اخلص واسافر بره مصر. فكان كل ما يجيلي عريس ارفضه من غير سبب، لحد ما بابا بدأ يشك في الموضوع وقال لي تلاقيكي بتكلمي حد وهو اللي مخليكي ترفضي العرسان دي كلها. قلت له طب استنى بس يا حاج نتفاهم. بس خلاص كان مقتنع، لحد ما جالي عريس ابن ناس وكويس، وكان مشجعني على فكرة الدراسة، فوافقت عليه عشان حسيت انه مناسب، وبرضه عشان بابا يفهم اني مش بكلم حد. فبابا لما لقاني وافقت قال لي تلاقي ده الشملول اللي انت ماشية معاه، وقال لي طب والله ما انت متجوزاه، وراح رافض العريس. قلت الحمد لله جت منه المرة دي. الموقف التاني، بس تخيل يعدي اسم سيدنا محمد وما تعملش اعجاب ولا حتى بتصلي عليه في التعليقات. برضه نفس البنت بتقول انا لما جارتنا اللي ساكنه قدامنا بنتها اتخطبت لقيتها جايه بتقول لماما بكل برود واستفزاز ايه مفيش حد جاي في السكه لبنتك، عاوزين نفرح بيها بقى. ماما قالت لها الدليفري جاي يجيب لها اكل وزمانه في الطريق، ربنا يخلي لها بيت ابوها وفلوس ابوها، وخليكي في حالك يا ام عبير. الست يا عيني وشها قلب الوان ودخلت شقتها من غير ولا كلمه.